يلا. متابعين مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بالسيد عبد الرحمن الحديد، مالك منتجع سلمى. يسعد صباحك يا سيدي. يسعد صباحك سيدنا. أهلا فيك. ممكن تحدث للمواطن عن هذا المنتجع، شو أهدافه؟ تمام أستاذي، احنا موجودين في منطقة اشتفينا في عجلون بالبداية، في أجمل مناطق محافظة عجلون، وأنت عارف أنه عجلون هي رئتين المملكة الأردنية الهاشمية. المنتجع سيدي هو متنفس للمواطن الأردني وللمغترب وللسائح الأردني. متواجد في شاليهات للمبيت، جلسات العائلية، ألعاب الأطفال، برك السباحة، وبنحاول قدر الإمكان نخلي السائح أو الشخص اللي بده ينفس عن نفسه يكون إقامته طويلة داخل محافظة عجلون. ما يسبب طبعا اللي تكون يأثر على المجتمع المحلي ويكون إيجابي للشارع العجلوني خلينا نسميه. والحمد لله الموظفين من المجتمع المحلي بندربهم وبنعلمهم باستمرار كيف تكون عجلون كمان واجهة لمحافظات الشمال بالسياحة، تكون دائما رائدة أيضا بالسياحة. أستاذ الكريم، نعم. الزوار بيجيكم يعني مش بس من المملكة، كمان من خارج المملكة، من الخليج، نعم، من جميع أنحاء العالم بيجونا سياح باستمرار. وصناعة السياحة أنت عارف مش إشي سهل، بس وفيها تحديات كثيرة، بس الحمد لله الأمور طيبة. ويعني الحكومة بتساعدنا وسانديتنا باستمرار، والمجتمع كمان مساعد جدا، والبيئة خصبة في عجلون لجذب الاستثمار جدا. نعم سيدي. يا سيدي، المواطن أو الزائر لما بده يجي شو في عندكم من نشاطات؟ بده يعرف. نعم، النشاطات سيدي موجود برك سباحة، موجود مسير داخل الغابة أيضا. في عندكم كمان قايد مرخصين طبعا. موجود مطعم، موجود في خيول وبتأملوا أيضا. يعني هو عجلون للتأمل، للراحة النفسية. الشخص اللي بده يريح نفسيته، اللي بده يخرج من ضغوطات المدينة، بيجي برتاح هون وبشوف يعني لون الخضار لحاله. بيجيب لهم. موجود عندنا 13 شاليه، كل شاليه في غرفتين نوم، 3 غرف نوم، سويتات، يعني سويتس. سويت. نعم. وكلها مجهزة كلها مجهزة بكل ما يلزم السائح بشكل عام. نعم. شكرا لك. كل الاحترام لك، شرفتونا سيدي. أهلا أهلا. مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بالسيد أحمد البطوش من منتجع سلمى. يا سيدي، حدثنا عن هذا المنتجع، شو وظيفتك هون؟ اولا اهلا وحبا سيد علي جاد الله، نورتوا يعني منتجعنا. اهلا وسهلا. احنا هون حاليا انا احمد البطوش، موظف الريسبشن في منتجع سلمى السياحي. حاليا عندنا طبعا خدمات اللي هو الجلسات عائليه، البرك السباحه، الشاليهات المبيت، العاب الاطفال، باربيكيو الشوا. طبعا متعاونين جدا مع الزوار الحمد لله. يعني ما كل الزبائن اللي بتيجي عنا ناس يعني بتطلع من هون مبسوطه، تدخل بضحكتها. اهم شيء عنا تطلع بضحكتها زي ما دخلت. وبنحب نعكس طبعا تجربه خاصه لعجلون عامه، يعني حابين نعكس صوره جدا مميزه تكون عن عجلون بشكل عام، مش بس بمنتجع، لانه احنا هون حاليا بنمثل يعني منطقه كامله، محافظه. فهمت علي شو؟ ومعروف عجلون طبعا من زمان انه شو اهلها، يعني شو طبيعتها، شو الاشجار. وحابين انت ذا شايف مركزين لسه على الاشجار، الخضار، كل الامور اللي موجوده بعجلون. بهمنا كثير يعني هذا الاشي الاساسي. خلينا نحكي. شو عندك استفسارات بدك عن التوليات؟ أنا بدي أسألك عن المسبح. نعم. بعض المواطنين بيسألوها، هل في منقذ للمسبح؟ طبعا منقذ مزود معهم على مدار الساعة يعني. طول فترة المسبح ببلش ب 60 سم بينتهي بمتر 80. متر 80. نعم. وفي منقذ. نعم. هذا هو مزود معهم أكيد. والتعقيم والفلترة أهم إشي. يعني احنا دورية كاملة، كل المواد مخصصة للبرك، معقمة نظيفة دائما. نعم. شو بتقول للمواطن كمان؟ شو بتحب تقول للمواطن؟ كيف بشكل يعني تحكي بشكل عام. اكيد اكثر شيء بهمنا بالمواطن قبل ما ناخذ منه اي شيء، بهمني جدا يكون سعيد ومرتاح. وبنقدم له حاليا احنا هون منتجع عائلات فقط، عشان نحافظ على الخصوصيه وعلى
الراحه يعني. انتم فاتحين 24 ساعه طبعا يعني صديق. بيجي اي مواطن طبعا 24 ساعه بيكون طبعا موجود. طبعا نعم. اشكرك. الله يحييك يا رب. اهلا وسهلا حبيب القلب. مشاهدينا الكرام، معنا اليوم كمان الكابتن عبد الله طوالبه، الشيف مطعم منتجع سلمى. اهلا وسهلا، صباح الورد، اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا منتجع سلمى. اهلا وسهلا فيكم. ممكن تحكي لنا عن هذا المطعم الموجود في منتجع سلمى؟ تمام، احنا سيدي احنا موجودين في منتجع سلمى، في عندنا مطعم. طبعا بنفتح من تقريبا الساعة 7:30 الصبح لغاية الساعة 12 بالليل. بنقدم الأكلات الشرقية وأكلات غربية. بنتميز بالمشاوي. في عندنا خاصية موجودة هون مش موجودة بعجلون كاملة، اللي هي واللي احنا عندنا طبعا المنسف، احنا بنبدع في المنسف. وعندنا بنبدع كمان بموضوع الزرب، بنتميز فيه. احنا هون موضوع الزرب عندنا هون في منتجع سلمى، عندنا جورة زرب وبنزرب فيها بشكل يومي. عندنا خميس جمعة شغلات كثير طيبة. لا، نقلنا وادي رم كله لهون، نقلنا المأكولات الصحراوية والطبيعة البدوية. واحنا هون طبعا احنا هون بنتميز كل شيء بالبلدي. وغير موضوع بس اللحوم بلدي، احنا كمان بنتميز عنه هون شغله اللي هو الاكل تبعنا بيجي بلدي، فالنظام الفلاحي يعني اللبنه بلديه. منتجاتنا عندنا المقدوس من منتجنا، الزيتون من عندنا من مزارعنا. يعني احنا هون منتجع سلمى بننتج كل شيء من عندنا، يعني ما زي جدتي بس بالضبط. هذا هو، بنحاول ننتج كل، حتى عندنا خبز الطابون، خبز الاشراك، كله عندنا بلدي. كل شيء هو موجود. ما في داعي انه نطلع لبرا الا يعني للشغلات الضروريه الخفيفه اللي بنقدر نجيبها من برا. منتجاتنا هم كل شيء من عندنا موجود بلدي. وبنقدم وجبات فطور يوميه للشاليهات الموجوده عندنا. في بالفطور وجبات الفطور مناقيش طبعا عندنا مناقيش البلديه، عندنا مناقيش الزعتر، سمبوسات الجبنه، عندنا الحمص البلدي بنعمله، اللبن البلدي، المقدوس البلدي بنعمله عندنا، ما بنجيبش من برا. المقدوس البلدي، الزيتون البلدي، مخللات صنع ايدنا، كل شيء بنعمله عندنا هون. عندنا الزعتر البلدي بنتميز فيه، حتى السماق بنحطه على الاكل موجود، سماق بلدي تمام. المتبل بنعمله عندنا على ايدينا هون، كل شيء شغل ابدا. وما عندنا شيء على الغاز، بنعمله كله على الفحم. اغلب شغلنا بكون على الفحم. اغلب شغلنا على الفحم هون بنشتغله. يعني بصراحه الزباينه بتمدح وبتشكر فيه، يعني شغلات كثير زاكي وكثير طيبه والله. والله برافو عليك. لا احنا بنعجبك الحمد لله رب. اهلا وسهلا فيك. طوالبه كان معنا، شكرا. اهلا وسهلا، شرفت. اهلا وسهلا، شرفتوا. اهلا وسهلا فيكم. اهلين. مشاهدينا الكرام، نلتقي كذلك بالسيده رنا الوقفي، مسؤوله الحجوزات منتجع سلمى. ممكن تحدثينا عن عملك هون؟ أنا مسؤولة الحجوزات هون، ريسبشن، إدارة، علاقات عامة. بستقبل الناس، بقعدهم على المكان اللي بيختاروهم بمناسب. عندنا أكثر من مكان ممكن يقعدوا هون عند الشجر عشان خدمات الشواء. في كمان طوابق عندنا فوق تراس، بحب يشوف الفيو، يعني إطلالة الشجر. في كثير ناس خصوصا المغتربين بحبوا يكونوا قريبين من الشجر، وإطلالات عجلون طبعا، المناظر الحلوة. يعني المواطن بيقدر يحجز مثلا للشهر الجاي، ما في أي أو مشكلة، بعد شهرين أو بعد 3. كيف بيتم هذا؟ أكيد طبعا نستقبل الحجوزات عن طريق كول سنتر. عندنا خدمة اتصال معينة على الفيسبوك أو مواقع التواصل، بيقدر يرن علينا على الأرقام، بناخذ حجزه، بنحدد نظام أي وقت أي تاريخ الساعة اللي بده إياها عشان نكون نقدم له كل الخدمات اللي بيحتاجها. بيقدر يدفع هون يعني عادي، في نظام كليك، وبيقدر لما يجي بنقدر نحاسبه عند الباب عند التيكت تذاكر، أو بيقدر يحول خدمة كليك بنك أو وبيقدر محفظ. يدفع على الكارت هون بالفيزا عادي موجود لما يكون عن موجود جهاز فيزا. يعني بتقدموا كل الخدمات كلها. أكيد طبعا. كيف لأن الوضع الآن؟ كله تمام. بما انه بالنسبه لشغله الدفع كنت بدي احكي لك، بما انه في مغتربين، في ناس ممكن ما يكون عندها كاش، او في ناس مثلا ما في محفظه، فبنوفر كل الخدمات. يعني الدفع باي طريقه ممكن عادي، ما في اي مشكله. كيف الآن الوضع حجوزات؟ كله تمام. هلا بما انه صيف، الجو طبعا الناس بتفضل عجلون طبعا عشان جوها اكيد بكون الطف من المناطق الثانيه، فبكون في اقبال على عجلون، فبيجوا الناس فصل الشتاء كيف شو بتعمل؟ والله بس اكيد طبعا الطقس اكيد بعجلون بارد بالشتاء، يعني هي خلينا نحكي مواسم عجلون، وهي بالصيف كمان بعد يعني. بالضبط، يعني فهي مواسم. المواطن الأردني مش لازم يخاف يقول إنه في شوب عجلون. لا، عجلون كثير جوها لطيف. أحلى طقس موجود هون، صح، خاصة في منتجع سلمى. أهلا وسهلا فيكم. أكيد. شكرا لك. الله يسعدك، نورتونا. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام،
رحبوا معي بأحد الضيوف لمنتجع سلمى. يسعد صباحك يا سيدي. يسعد صباحك أخي العزيز. ممكن تعرفنا على اسمك الكريم؟ سامر ناجي. من جاي أنت من العاصمة عمان؟ نعم. احكي لنا عن هذا المنتجع وكيف جيت أنت؟ والله أنا جيت على سمعة المنتجع وجيت عليه، أنا كل سنة باجي عليه هون أنا والعائلة يعني. منتجع نظيف أول وخدمة رائعة ومكان رائع. ممكن بعض أحيان نأخذ هنا شقة يعني في بعض أحيان إذا كان في ملائمة. وهنا خدمتهم ما شاء الله، شباب محترمين جدا، نظافة، عائلي، مناظر طبيعية يعني خلابة هنا، ومكان مش بعيد، لا لا لا, لا راقي جدا، كافي الطريق على هذا بتمتع نظرك في المكان يعني. وشغلاتهم ممتازة جدا وخدمتهم، عائلته هي موجودين بنبسطوا، كله نظام عائلي وملتزمين بعاداتنا وتقاليدنا هون، وما شاء الله عليهم الشباب. شو بتعملوا يعني هيك؟ والله هنا في المسبح، هنا الكافي موجود، إذا بتحب تجيب أكلك معك إذا بدك تحب تطلب برضه بخدمونا زي ما بدك، زي أي منتجع، بس هنا منتجع له الشباب ما شاء الله عليهم يعني. برضه الترس فوق هنا مناظر خلابة فوق يعني، ومع الهوايات مع العصر بصير قاعدة حلوة وجميلة جدا يعني. أنا ساكن هون بصحى الساعة 4 الصبح على وقت الصباح. بشكرك. حياك الله ويعطيك العافية. الاسم الكريم؟ فيصل ناجي. فيصل ناجي، شو اليوم جاي وين انت موجود؟ منتجع سلمى. ليش بتحب تيجي وين انت؟ اولا لانه تيجي على عجلون او المناظر والطبيعه والطقس كمان بيلعب دور. والطقس كويس. يعني في ناس بقول لك شوب هون، مش شوب عجلون. لا ابدا. وبرضه في منتجع سلمى يعني المسبح نظيف، في مطعم وكافيه، والقعده حلوه. تعرف تسبح انت كويس؟ اكيد. ويالك انا ما بعرف اسبح. يعني تنبسطوا في المسبح؟ الحمد لله. انت بالمدرسه؟ ايوه. باي صف؟ التاسع. التاسع. في وين، هون ولا؟ لا، في الامارات. في الامارات. كيف المدرسه، كويس؟ الحمد لله كويس. دير بالك على ابوك. ان شاء الله. شكرا لك. الله. مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بعازف الربابة أبو عماد والشاعر كذلك. عرفنا عن نفسك. الله يحييك. أبو عماد من قبائل بني مرة، من طبعا أول شيء استلمها الشيخ عبد موسى اللي هو أقاربنا. هذا الشيخ تبعنا من قبائل بني مرة. كان بإربد. نعم كان بإربد من السبعينات. نعم من السبعينات، شايف كيف. وهذا الربابة هذه في الكلور الأردني، هذا التراث الشعبي القديم. هذه البادية اللي صنعوها أول إشي طلعت هي الربابة. شايف العود ما فيش، العود شهر الربابة ظهر. هذه من قصائد البادية، الربابة خلقت من قصائد البادية. شايف. وأنا أحيي التراث الشعبي هذا للناس، خليتها شوية تصير فيها شوية لورا ترجع، كلها تقدم تقدم تقدم، ما بصير. فزمان ما شافتها الناس غير في التلفزيون. الآن احنا مع السياحة ومع الاشي، شايف. أباجي هذا تعايا شاعر خلينا نسمع الربابة الفلكلور الأردني. قلت حياكم الله. وهذه من قصائد البادية طبعا، وهذا فلكلورنا الأردني. واستلمها الشيخ تبعنا الشيخ رحمه الله عبد موسى أخو سعيد باشا. شايف اللي بشونه سعيد باشا الأمير عبد الله الأولاني. شايف أخوه لعبد موسى. وسمكوا القصائد الربابة. و100 أهلا وسهلا بأبو وليد وبالحاضرين. يا 100 أهلا وسهلا. هذه أخذتها أنت كهواية؟ وراته. نعم وراته. ما حد علمك؟ لا ما حد علمني. ثاني جدي عليها وأبوي عليها والمرحوم عبد موسى عليها. ممكن سمع للمشاهدين شوية؟ يا 100 أهلا وسهلا، حياهم الله. يا محل الفنجان مع صيحة البال، يا محل الفنجان مع صيحة البال، في مجلس ما فيه نفس ثقيلة، وهذا ولد عم وهذا ولد خال،
وهذا الرفيج المدور بديله وهي يا ابو طير الحلا خبة البال، يا ابو طير الهوى خبة البال، والطير نزلا والحباري قليلة، يالله يا طالبة بعد ما فان، ياللي من الضيجات من ده دخيلة. جارا على جار يا ابو وليد بخثر ونوار، هو جار على جار صفات محيفة، ولا بد غير الدار بديار كل من عجار تعدى الوصيفة. يا راكب المنحلة الكور شدي، يا راكب المنحة الكور شدي، قم يا ولي في وعشقي فوق هياون، ودي مكتوبي لابو وليد واصرع من الذيب. نزلا على البستان يا عنيد يا يابا، يما وحل شعره، نزلا على البستان يا عنيد يا يابا، يما وحل شعره، كل البنات نجوم يا عنيد يا يابا، يما وهي قمره، عيني ومي عيني يا عنيد يا يابا، تسويها لي وكل القرابة يا عنيد يا يابا. لقعود بتال الليل يا عنيد يا يابا، يما لا ذكر وليفي، لقعود بتال الليل يا عنيد يا يابا، يما لا ذكر وليفي، وبحجيتي الحلمان يا عنيد يا يابا، والله وابكي عكيفي، عيني ومي عيني يا عنيد يا يابا، تسواها لي وكل القرابة يا عنيد يا يابا. يا مرحبا ويا هلا منين الرشب من وين، اقبل علينا الضحايا زينة قبالة، حيهم نشام الوطن حيهم جنود ابو حسين، ربع الكفاف الحمر والعقل ميألا، يا مقنعة بنا يا كفوا دموع العين، كفوا دموع الأسى على الخد سيالة، من كل دبابات أمهات جنزيرين، تهجر هجير البحر على القوم سيالة، حنا دعار العداطة ولا بتل الدين، حنا دعار العداطة لا بتل الدين، والجور ما يقبله إلا الرضي خالة، حنا دعار الذي طلابة الدين، والهاشمي يضلنا والروح فدوانا. يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله، اهلا وسهلا فيك، حياكم الله.